نعم أبا جميل، عشت حرا كريما، عشت مناضلا مكافحا، وكنت مربيا لأجيال الجولان، وكنت خير المربي. أيضا في شبابك خدمت في الوطن بعدة وظائف، وكنت خير من سار على نهج هذه الوظائف. شيوخنا الأجلاء من ضيوف ومحليين، أهلنا الأعزاء جميعا من قرانا، يحز في نفسي كما في نفوسكم جميعا أن نقف اليوم مؤبنين مشيعين رجلا فاضلا من رجالات هذا المجتمع، وشيخا اتخذ من الهدى طريقا وسار على نهج الأولين. يحز في نفوسنا جميعا أن نودع هذه السلة الكريمة من رجال المجتمع الذين ساهموا طوال سني حياتهم في بناء هذا المجتمع بناء صحيحا من الناحيتين الوطنية والاجتماعية. إنني من الذين يؤمنون أن البلاغة في التأبين تقتضي الإيجاز مع إعطاء المؤبن حقه، ففي المبالغة انتقاص وفي الانتقاص تجنن. ولا أظن من الذين يرغبون في الدخول بالمبالغة، فإنني أقول إننا اليوم نودع رجلا صادقا كريما حريصا على مصلحة المجتمع، شارك مجتمعه في كل مناسباته، الحزينة منها والمفرحة، الوطنية منها وكل مناسبات هذا المجتمع بدون استثناء. حكمتك حكمت على عبادك بالفناء وعلى أرواحهم بالبقاء، فلا فوت من الموت. مشايخنا الأجلاء، أيها الحشد الكريم، نقف وإياكم اليوم لنودع أخا وشيخا له مواقف وطنية واجتماعية صحيحة وثابتة في جولاننا الحبيب، ألا وهو الشيخ أبو جميل عزت منذر رحمه الله. لقد ظهرت المواقف الوطنية الثابتة للمرحوم منذ بداية الاحتلال، وخصوصا في المواقف المشرفة للجولان في المحافظة على صدق الانتماء والتمسك بالجنسية العربية السورية، ووصولا إلى دحض المؤامرة التي قامت على وطننا منذ ما يزيد عن 3 سنوات، حيث كان المرحوم من الذين قرأوا المشهد بعين البصيرة الوطنية، فدعم وأيد القيادة الحكيمة للوطن، ورفض الفساد والإرهاب والتدخل الأجنبي. كما أن المرحوم أحب مجتمعه وأخلص له. وأستذكر حادثة كنت شاهد لها، حيث أن رجلان من القرية اختلفا على مبلغ مالي مقابل عمل، وتمسك كل طرف برأيه، فبادر إلى الحل برفقة صديق له، واقترح على صديقه دفع المبلغ المختلف عليه مناصفة دون علم الفريقين، ونفذت المهمة وتم الصلح بين الفريقين، ولم يعلما الفريقين بما حدث حتى يومنا هذا، وكان ذلك قبل حوالي 30 عاما. نعم، هذه صفات فقيدنا اليوم، وكلنا آل فقيد. العلي العظيم
حضرات الشيوخ الأفاضل، أيها المشيعون الأكارم، سلمكم الله وحياكم وزاد عزكم وعلياكم في دينكم ودنياكم، وجمعنا على بساط المسرة في يوم الحشر وإياكم، لأن أرفع الأمور قدرا وأعمها نفعا ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى. وإن من أجل الأمور في مثل هذه المواقف الرضا والتسليم لكونه نهاية العلم والتعليم. ترجل عن جواده، غاب عنا شخصه لكنه باق في قلوبنا، تاركا ذكرى عطرة بأخلاقه وآدابه وسلوكه ومعشره. قامة جولانية شامخة رحلت من جولان الصمود. كان رحمه الله رجل المواقف وصاحب الرأي السديد في اتخاذ القرارات الوطنية الجولانية منذ صغره، حيث توفي والده وهو حدث السن، فرعته أم حنون رحمها الله، سهرت على تربيته ورعايته، ورعاه عم كريم رحمه الله فرباه كأنه أحد أولاده، فنشأ وترعرع يانعا شامخا حسن السيرة والأخلاق. سنوات من حياته وله فيها ذكريات شبابه. وهناك أيضا في دمشق الشام لنا أهل وأحبة يحاربون الإرهاب ويروون تراب الوطن بدمائهم الغالية، فالرحمة لشهداء الوطن والشفاء لجرحانا، ونسأله تعالى أن يزيل الغيوم السوداء من سماء وطننا الحبيب، وأن يعم الأمن والأمان في كل محافظات الوطن. عزاؤنا كبير بكم أيها الشيوخ الأفاضل والمشيعون الأكارم، وعزاؤنا بأنجاله الأعزاء، فباسمي واسم العائلة والفقيد في الجولان والجليلين والكرمل ولبنان وسوريا نتقدم من حضراتكم بجزيل الشكر والامتنان لمشاركتكم إيانا موقفنا هذا، ولا أرانا الله عليكم مكروه. عظم الله أجوركم ورحم فقيدنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من حيث علاقتي معه من عهد الصبا وما بعد عهد الصبا كان له صفة رئيسية. الصفة الرئيسية كان صافي السريرة، قلبه أبيض. وأخيرا سئل بلوها رسول الله عليه، قال: وما هي خير الأمور عاقبة؟ قال: أن يكون خاتمته خيرا. الحمد لله يا أخ أبو جميل، خاتمتك خيرا. نلت بالدنيا ثنى الشباب والإخوان، وفي الآخر الله راد ثناء أهل الدين. رحمك الله والله يرحمه يا مشايخ. الله يحكي الله راد من قلب صادق. الله يجزيك الخير.